يا صباح الفل. غسالتك لازم تحافظي عليها. الغسالة اللي انا مثلا غسالتي وايت بوينت مفيش فيها فتح تلقائي، يعني بعد ما دورة الغسيل تخلص ما بتتفتحش لوحدها. فعشان كده لازم تكوني عاملة ستوب واتش مثلا، او عاملة مظبطة الساعة. مثلا البرنامج بتاعك بياخد واحد ساعة ونص، بعد ساعة ونص تروحي لها لازم تفتحيها عشان البخار اللي فيها يطلع. لو سبتيها مقفولة الغسالة معرضة انها تصدي بدري، فلازم تسيبيها في فتره كويسه ان البخار بتاعها يطلع. بعد ما تطلعي الاطباق بتاعتك تنشفيها كويس، يعني حاولي تنشفيها بقدر الامكان. وخصوصا لو الباب بتاعك من الصاج من بره، انا مثلا الباب بتاعي من بره صاج لكن من جوه ستانلس. الصاج ده ممكن بمرور الوقت لو جه عليها ميه من بره هتصدي، فلازم تنشفي الغساله من بره كويس جدا. ايه تاني حاجه ايه؟ ما تحطيش في الغسالة الحاجات اللي في الكتالوج بتاعها مكتوب انها ما ينفعش تتغسل في الغسالة. يعني مثلا الجرانيت، تيفال، سيراميك، كل دول ما بتغسلوش في الغسالة. كمان في انواع من البلاستيك، لو البلاستيك نوعه مش كويس برضو ما ينفعش تغسليه في الغسالة. استنوني لنصائح تانية كتير.